3 2 1 أكشن. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في فيديو جديد وفي مقطع جديد. كما لاحظتم معنا في العنوان أعزائي المشاهدين. Hello everybody, hello everyone, this is Islam now here to die new video brother. المهم أعزائي المشاهدين، كلنا نعيش في كوكب الأرض، وكلنا من هذا الكوكب اللي هو كوكب الأرض أعزائي المشاهدين. ولكن في الآونة الأخيرة أعزائي المشاهدين رأينا حدث غريب ومرعب أعزائي المشاهدين، صدقني إنه حدث مرعب. رأينا أعزائي المشاهدين يقولون أن الحيوانات تدور حول نفسها. الحيوانات تدور حول نفسها عزيزي المشاهد، مثلما كنت أرى أن هناك تشابه أعزائي المشاهدين، هناك تشابه في هذه النقطة، ولكن أنا لا أشبه الإنسان بالحيوان أعزائي المشاهدين، لأن ليس هناك تشبه. لكن كما لاحظت أن الطواف والحيوانات كذلك تطوف. المهم أعزائي المشاهدين، كلنا نعلم أن الطواف في الكعبة اللي هو الحج، الإنسان يذهب إلى الحج من استطاع إليه سبيلا. كما تعلمون أعزائي المشاهدين أنني لست داعية أو لست شيخا من الشيوخ أو لست داعيا إسلاميا أو لست ولكن أعزائي المشاهدين، بما أنني في كوكب الأرض أو أنني في الأرض، يجب أن أعرف ماذا يجري في الأرض أعزائي المشاهدين، ماذا يحصل في الأرض، ما هذا الذي يجري في الأرض أعزائي المشاهدين. المهم أعزائي المشاهدين، ظهرت هذه الظاهرة أن الحيوانات تدور حول نفسها، ولكن كما تلاحظون ليس عندي ساعة في يدي، ولكن عقرب الساعة يدور هكذا إلى جهة اليمين، يحوم حول جهة اليمين. عملت بحوث أعزائي المشاهدين أي اتجاه تدور هذه الحيوانات. اكتشفت أعزائي المشاهدين أن الحيوانات تدور عكس عقرب الساعة، تدور في اتجاه الشمال، وكأنها تلمح أعزائي المشاهدين سنعود إلى الوراء. المهم أعزائي المشاهدين، كأنها تلمح سوف نعود إلى الوراء، لأن الدائرة تعيدنا إلى الوراء، لأننا تقدمنا كثيرا وذهبنا كثيرا حتى وصلنا إلى ناطحة السحاب وأبراج وما هي وما لونها. المهم أعزائي المشاهدين، كل إشارة ولها إشارة، وكل الإشارات لها توضيحات. المهم أعزائي المشاهدين، كما نلاحظون أن الحيوانات تدور في عكس عقرب الساعة، وأنه العودة إلى الوراء أو أعزائي المشاهدين أو عاصفة أعزائي المشاهدين. كذلك العاصفة تشبه الدوران أعزائي المشاهدين، الصحن الدوار. العاصفة كذلك أعزائي المشاهدين تشبه الدوران. أهي عاصفة أم رجوع إلى الوراء أم طوفان؟ كذلك الطوفان أعزائي المشاهدين، كذلك الطوفان مثلا إذا كانت كتلة من المياه، وكانت في ذلك كتلة المياه في تحتها مثلا في الأسفل، مثلا سوف نقول لكم مسبح أعزائي المشاهدين فيه نقطة إفراغ الماء، تزيلها يبدأ الماء يتفرغ. كذلك يا عزيزي المشاهد تحدث دائرة، ولكن أعزائي المشاهدين ما زلت لم أبحث في تلك الدائرة أي اتجاه تحوم تلك الدائرة، دائرة العواصف أو دائرة التي تبعد عن المسبح، تبعد عن مفرغة المسبح، أي اتجاه يحوم الماء عزيزي المشاهد. هذه لم أبحث فيها، ولكن بحثت أن الحيوانات تحوم عكس عقرب الساعة أعزائي المشاهدين. وهذه التوضيحات وهذه الاكتشافات اكتشفتها لنفسي أعزائي المشاهدين، ولكن نحن لا نعلم لماذا الحيوانات تحوم هكذا، مثلا تحوم حول نفسها، تدور هكذا حول نفسها.
ولكن أعزائي المشاهدين شاهدت عدة يوتيوبر وعدة عدة صناع محتوى في اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي. شاهدت عدة فيديوهات أعزائي المشاهدين أرعبوني أعزائي المشاهدين، إنهم مرعبون، يخلعون الناس، يرعبون الناس أعزائي المشاهدين، يقولون لهم أحداث. كما نعلم أعزائي المشاهدين أن الإنسان لا يعلم الغيب أعزائي المشاهدين، لا يعرف، لا يفهم، لا يفهم. المهم أعزائي المشاهدين، قال هناك عالم أمريكي أو علماء بريطانيين أو الكثير من العلماء يخرجون بتفاصيل، والكل يخرج بتفاصيل، لأن هناك حرية وحرية التعبير وعبر عزيزي المشاهد كيفما تشاء في الآونة الأخيرة. المهم خرج هناك عالم أو دكتور أو فيلسوف أو لا نعلم ما هو، يقول أعزائي المشاهدين أن دوران الحيوانات حول نفسها ذلك سبب أنها تبقى مثلا مقفول عليها في الأقفاز، يقفلون عليها أعزائي المشاهدين في الكوري، مثلا في الكوري أو في المخزن الذي تكون فيه الأغنام أو تكون فيه الدجاج أو يكون فيه المهم عدة حيوانات. ولكن هناك من قال حتى السمك أعزائي المشاهدين، حتى السمك يحوم حول نفسه، ولكن ليس هكذا، عن الطريقة الثانية كالرجوع إلى الوراء مثلا. لأن عقرب الساعة مثلا، عقرب الساعة أعزائي المشاهدين يحوم هكذا جهة اليمين، نتقدم إلى الأمام. لو عقرب الساعة أعزائي المشاهدين تحول وبدأ يرجع إلى الوراء، كأننا سوف نرجع إلى الوراء أعزائي المشاهدين إلى العصر الحجري القديم. لن تبقى بنايات ولا طائرات ولا صواريخ ولا دبابات ولا أعزائي المشاهدين. المهم بدأت أبحث وبدأت أتمعن وبدأت أكتشف لماذا هذه الحيوانات تحوم حول نفسها، لماذا؟ ولكن ما اكتشفت أعزائي المشاهدين أن تحركاتها الدائرية أعزائي المشاهدين، تحركاتها الدائرية هي اكتشفتها وأنزلتها على عدة كوارث. مثلا أنزلتها على العاصفة فإنها تشبه العاصفة، لو أنزلتها على الطوفان فإنها تشبه الطوفان، لو أنزلتها مثلا على التسونامي فإنها تشبه التسونامي، لو أنزلتها مثلا على مسبح وأفرغت الماء الذي في المسبح ذهبت إلى فراغة المسبح، من أين يفرغ؟ سوف يفرغ المسبح أعزائي المشاهدين بتلك الدائرة أعزائي المشاهدين. المهم كانت هذه كلها اكتشافات شخصية، اكتشافات إسلام ناو المتواضع الذي يكتشف المكتشف الخطير. المهم أعزائي المشاهدين، كما لاحظنا في الآونة الأخيرة هذه الظاهرة أتت مع كرة القدم أعزائي المشاهدين. كرة القدم كما نعلم أعزائي المشاهدين أن كرة القدم كذلك دائرية وتدور حول نفسها. الكل سوف يبدأ يضحك، الكل سوف يبدأ يضحك من هذه الخرافة. المهم أعزائي المشاهدين، كلنا نكتشف وكل يعطي آراءه، كما يقول المثل المغربي: عندما تطيح البقرة يكتر الجناوة، والجناوة هم المعبرون، وكل يريد أن يقطف طرف قطعة لحمة من هذه البقرة. المهم أعزائي المشاهدين، الكل يكتشف والكل يبحث والكل يعبر والكل يقول والكل يتكلم والكل يقول ما يقول أعزائي المشاهدين. ولكن سوف أقول لكم صراحة، سوف أقول لكم شيئا مهما، لأن هذا الفيديو مهما لك عزيزي المشاهد، مهم وسوف ينفعك في حياتك وسوف ينفعني أنا أيضا. كما نلاحظ أعزائي المشاهدين في الآونة الأخيرة أن البشر أو سكان كوكب الأرض أو سكان الأرض أعزائي المشاهدين أصبحوا يمشون في طريق أعوج. وما هو الطريق الأعوج؟ الطريق الأعوج هو الطريق الذي يخرجك في كارثة، يخرجك في مصيبة، يخرجك في مثلا في شيء لن يخرجك في طريق صالح. وما هذه
الكارثة التي يمشون فيها سكان الأرض حاليا أعزائي المشاهدين، لاحظنا أموال طائلة تصرف أعزائي المشاهدين، تصرف وتذهب في الخاوي. وما هو الخاوي أعزائي المشاهدين؟ ليس الخاوي القرعة المناضة اللي كتشريها من قرعة المناضة اللي كتشريها من عند مول الحانوت. الخاوي أموالنا أعزائي المشاهدين تذهب في أشياء تافهة لم يأتي بها الإسلام من سلطان، مثلا دين الإسلام من سلطان أو. ونلاحظ أعزائي المشاهدين ملاحظة قوية أن هناك ناس في هذا الكوكب يحتاجون إلى الطعام ويحتاجون إلى الشرب الماء ويحتاجون إلى أكل ويحتاجون إلى عيش جميل ويحتاجون أن يعيشون كالإنسان. ولكن أعزائي المشاهدين الأخطر ما في الموضوع أنني لاحظت أعزائي المشاهدين لاحظت دوران الحيوانات، ولكن الأخطر ما في الموضوع أعزائي المشاهدين لاحظت أن أناسا تعيش حياة أكفس من الحيوانات، أناسا لن تجد لها لا مأوى ولا طعاما ولا شرابا، لن تجد لها لا حياة ولا نظاما ولا انتظاما أعزائي المشاهدين. ولذلك قلت هذا الشيء في نهاية الفيديو، مع العلم أن الكاميرا سوف تبدأ تمتلئ في خزان الذاكرة، سوف تمتلئ حاليا، لذلك أقول لكم هذا القول. وكما نلاحظ أعزائي المشاهدين أن الكوارث أتت قبلنا، أتت في العصور القديمة، في عصور فرعون وعصور هامان وعصور قوم لوط وقوم نوح وعدة أقوام أعزائي المشاهدين دازوا على هذه الأرض، ونحن نقرأ وقرأنا كل شيء أعزائي المشاهدين. وجاءت الكوارث أعزائي المشاهدين وكرطت الكوارث كل شيء، وطهرت الأرض من الخبث، طهرت الأرض، تم تطهير الأرض أعزائي المشاهدين من الخبث والخبائث والناس المخبثين والمخبتين في هذه الأرض، وتم إنقاذ الصالحين أعزائي المشاهدين. أنا لست داعية في الدين، ولكن قرأت هذا في دين الإسلام أعزائي المشاهدين، وقرأته في عدة كتب إسلامية أعزائي المشاهدين. قرأت أنه عندما يتم الفساد في الأرض أو تفسد الأرض أو يفسد أهلها أو تحدث ما يحدث أو يحدث ما يحدث، يأتي التطهير أعزائي المشاهدين، يأتي النظافة والتطهير، تطهر الأرض أعزائي المشاهدين كليا من حدبها وصوبها وكل. وما نلاحظه أعزائي المشاهدين في الآونة الأخيرة ما أخبث الأرض اليوم، أصبحت أعزائي المشاهدين لقد عاد كل الأقوام. أنا ألاحظ كل الأقوام لقد عادت أعزائي المشاهدين، عاد قوم لوط عادوا براياتهم الملونة قوس قزح الشديد، وعادت الفراعنة كذلك تفرعن، وعاد الفجور أعزائي المشاهدين، وعاد الظلم، وعاد ناطحات السحاب، وعادت الكوارث. المهم أعزائي المشاهدين، لا أريد أن أطول عليكم في هذا الفيديو، لا أريد أن أطول كثيرا، لأنني بكل صراحة إذا طولت الفيديو لا يشاهده كثيرا من الناس، وأنا أعلم أعزائي المشاهدين أنكم تحبون أنا أعلم أعزائي المشاهدين أنكم تحبون التفاهة والرقص والخزعبلات وما. ولكن أعزائي المشاهدين أريد فقط، أنا فقط لكم من الناصحين، أنا فقط أنصح الناس، أنا فقط أكلم الناس أعزائي، لأنني أعزائي المشاهدين أنا إنسان باحث، ويجب أن أبحث أعزائي المشاهدين وأن أكتشف الحقيقة وأن أعرف ماذا يدور في هذه الأرض وماذا يدور في هذه الحياة. يجب أن ندرس أعزائي المشاهدين. ولماذا هناك آية في القرآن تقول اقرأ باسم ربك الذي خلق؟ لماذا الإنسان لا يقرأ؟ أنا لاحظت أن الإنسان لم يعد يقرأ، وهذه الآية تقول لك اقرأ باسم ربك الذي خلق. معناها أعزائي المشاهدين اقرأ، اعرف دينك، ابحث في دينك، اعرف ماذا يقول دينك، اتبع دينك عزيزي المشاهد، اعرف ماذا يقول لك دينك. وهذا أعزائي المشاهدين ما تركني أقرأ وأدرس every day. I'm every day student bro، أقرأ كل يوم أعزائي المشاهدين.
كل يوم أقرأ وكل يوم أكتشف شيء وكل يوم أكتشف شيء من الأشياء. كل يوم تظهر ظاهرة أعزائي المشاهدين، براكين وعواصف وزلازل أينما ذهبت وخسف في كل مكان. نلاحظ هذا الشيء أعزائي المشاهدين، كلنا نلاحظ هذا الشيء. نلاحظ دولا متقدمة ودولا متأخرة ودولا متعدية، ونلاحظ أشياء كثيرة يا أعزائي المشاهدين. ولذلك أعزائي المشاهدين سوف أقول لكم قولا بكل صراحة. أنا خرجت إلى هذه الدنيا، ولدت في هذه الدنيا، ورأيت في هذه الدنيا أشياء صدقوني أعزائي المشاهدين لم تعجبني بتاتا، لم تعجبني بتاتا أعزائي المشاهدين. رأيت ظلما كثيرا، ورأيت صراحة ظلمات، ورأيت تعدي، ورأيت طغاة، ورأيت كوارث أعزائي المشاهدين. رأيت أشياء بكل صراحة أتمنيت أنني لم أراها. تمنيت أنني لم أراها أعزائي المشاهدين. تمنيت أنني تلك الأشياء لم أعيشها أعزائي المشاهدين. رأيت أشياء لم أستحق أن أراها أعزائي المشاهدين. لا أعلم لماذا أتكلم بهذه الطريقة، ولا أعلم لماذا أكلمكم أنا بهذه الطريقة، ولكن لا أعلم إن كنت أنا الذي شعرت بذلك الشيء أو شعرت بذلك. رأيت أشياء أعزائي المشاهدين، لم أرى ميزانا، لم أرى عدلا أعزائي المشاهدين. المهم أعتذر أعزائي المشاهدين، أعتذر لأنني تألمت في آخر الحلقة. المهم أعزائي المشاهدين، لدينا حلقات أخرى. إذا كان يعجبكم مثل هذا المحتوى أعزائي المشاهدين، لا تنسون أن تكتبوا لي في التعليقات، وسوف أفيدكم كثيرا. صدقوني.